اهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات عبد الحميد وجهاد ونسوم. وحشتونا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبين لكم فيديو جديد، بس قبل بقى ما نقول لكم على الفكرة الجميلة بتاعتنا النهارده، ما تنسوش يا جماعة تشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والنهارده بقى يعني لقيت احلى مفاجأة. ابو جنى ربنا يبارك لي فيه يا رب ويخليهولي، والاولاد عملوا لي احلى هدية النهاردة بمناسبة عيد الام. انا اتفاجئت ان انا وانا جاية من بره ان هم جابوا لي بوتاجاز جديد. ربنا يخليهم لي يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا. هدية عيد الام. كل سنة وكل ام طيبة وبخير يا رب. فقررت النهاردة فتحوا نفسي يعني على المطبخ وعلى النظام وعلى الحاجات الجديدة اللي احنا ممكن نعملها في المطبخ. فخلوني بقى ان انا عايزة ارتب المطبخ واعمل افكار جديدة وحاجات حلوة. احب اقول لكم بقى ايه. كان عندي الطوب القماش دوت موجود، يعني حوالي 10 متر كبير. المقاس بتاعه كبير قوي. فالمهم انا قررت ان انا اعمل طقم كامل للمطبخ، ستاير، ستارة للشباك بتاع الحوض ولحوض المطبخ وللشباك اللي هو فوقيها. وهنعمل كذا حاجة كده هوريكم مع بعض ازاي بقى بنعمل ستارة. دي عبارة يا جماعة عن قماش، اهي قطعة قماش. يعني بصوا هي كانت موجودة مش بعمل بيها اي حاجة، فقررت ان انا اعمل منها النهاردة ستار. فهي قطعة قماشة، هاخد المقاسات لكل حاجة عاوزة اعملها وهركب لها كنار وكلفة واوريكم في الاخر شكلها. يا رب تعجبكم ان شاء الله واوريكم المطبخ في الاخر. قطعة القماش من النص اهي، يعني بصوا فتحتها ازاي، لسه هعمل لها كنار من هنا وكنار. وده برضه اهو، دي تانيتها كده على اساس يا جماعه ان احنا نعمل لها اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل الكلفه، اوريكم هتبقى شكلها عامل ازاي. بصوا يا جماعه هنركب الكلفه دي برضه كده. بصراحه ما فيش وقت، يعني الوقت ضيق خالص، فانا قررت ان انا هعمل ده كله بالشمع. هوريكم معايا اهو واحده واحده، ده كله هيتلزق يا جماعه كده زي ما انتم شايفين. وهوريكم برضو شكلها النهائي، يعني ان شاء الله تبقى تحفة وتعجب. هنا يا جماعة ركبنا الكنار اهو زي ما انتم شايفين اهو، من الستارة من فوق. ودي الفتحة اللي هنعملها للشباك اهي، هنركب فيها برضو كنار هنا وكنار هنا. عايزة اوريكم بقى شكلها تحفة بعد ما عملت لها الكنار كله. هقفلها يا جماعة وافرجكم الشكل. بقى الجاز بسم الله ما شاء الله توصل اهوت. لسه يعني مش عارفه اقول لكم ايه على الهديه الجميله دي بجد. يعني شكرا شكرا بجد. الله ينور على الجمال بجد، حاجه تحفه. بصوا يا جماعه الجمال. لسه بقى ان شاء الله هنعمل الاشعال ونظبط الدنيا اهو. ده الفرن بتاعه لسه ما توصلش ليه الكهرباء بتاعته، بتتعمل في المطبخ. بكره هوريكم الشكل النهائي اهو. بصوا يا جماعه الجمال. بسم الله ما شاء الله. طيب قلبي بقى، دي كانت الستارة القديمة كان فيها الدانتيل دي، اللي برضه نفس الالوان اللي انا هعمل بيها الستارة الجديدة اهو. فانا بركبها، هكمل بقى الجزء ده كله وارجع لكم اوريكم الشكل النهائي. بنوزع بقى بالشمع، والمفروض ان انا خيطها في الستارة، بس بصراحة انا ما عنديش وقت خالص، فقلت بقى ان انا احط الشمع. هي بتلزق كويس ما شاء الله، جميلة. بصوا يا جماعة، نرجع اثبت بقى القطعة دي زي اللي هي الشكل دوت، وهرجع اوريكم الشكل النهائي. كل سنه طيبين. بقالي كتير والله ما ظهرت لكم في الفيديوهات بتاع القناه، معلش كان الظروف بقى، حالات الوفاه اللي عدت علينا. لكن النهارده بقى جاي لكم بكذا فيديو، وان شاء الله هتلاقوا كذا فيديو نازلين ورا بعض. اولهم ان شاء الله بقى عملنا فيديو بتاع عزومه رمضان العائليه، وعملنا تجهيزات العيد، وكذا فيديو هتلاقيهم حلوين ورا بعض عشان ايه بالغيبه دي كلها. فالنهارده بقى ان شاء الله انا عملت مفاجاه لمراتي حبيبتي، كل سنه وهي طيبه. عملت لها بقى احلى مفاجاه في المطبخ اللي كنت شايفه ناقص في المطبخ، ان جبت لها بوتاجاز جديد. احلى مفاجاه عملتها لها. فهي بقى عشان طمعت بقى وعملت لها مفاجاه البوتاجازات، فقالت لي بقى لازم نغير ديكور المطبخ كله. هتعمل بقى شويه حاجات تجديدات في المطبخ ان شاء الله هتعجبكم،
وتابعوا معانا. واهم حاجه اشتركوا في القناه يا جماعه عشان بقالنا كتير ما غبنا عنكم، فاشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم منه فيديوهات جديده بقى، وان شاء الله هتلاقوا شغل جديد بعد كده وهنتابع معاكم في القناه. ازيكم يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا. ابو جنى النهارده عايزه اقول لكم بقى، يعني هو جاب لي بوتاجاز جديد وانا فرحانه جدا. طبعا ما خلصنيش ان انا اعدي الموضوع، عادي جدا، لازم اشكره على المفاجاه الجميله دي. بس النهارده حبيت اقول له ان انا نازله اقول له لازم تغير لي كل حاجه في المطبخ. يعني انا النهارده لقيت كان عندي القماش ده موجود، فانا بصراحه حبيت اعمل طقم كامل للمطبخ، ستاره حوض، وحبيت اعمل لكم كمان ستاره للشباك بتاع المطبخ. هعمل كذا حاجه كده واوريكم الشكل النهائي. فابو جنى عمال يقول لي يعني انا جبت لك البوتاجاز عشان تفرحي بيه، فانت بقى بتدبسيني في الحاجات دي. ايه رايك يا ابو جنى في التدبيس؟ فهي بقى قالت بقى بما اني بقى جبت البوتاجاز جديد بقى، عملت لها المفاجاه بتاع عيد الام والكلام ده كله، وقلت لها يعني انا غلطان. فهي بقى طلعت عيني بقى، فهنروح اعمل بقى هنركب الستاير المطبخ بتاعي، وجددت المطبخ الخشب. يا جماعه الجمال، عايزه اقول لكم عمل لي ده بالرول اللي هو الرخامي ده، غير لي لونه. انا على فكره كل عيد اصلا يا ابو جنى بحب اغير اللون، وانت عارف كده. فانا غيرت لها برضو النظام بتاع المطبخ برضو بالرول الرخامي، بيغير شكل المطبخ بالثلاجه برضو، عمل شويه شغل عالي فوق العالي يعني. لا بس انت النهارده عامل جمدان. انا عايزه اقول لك الستاير دي كانت قطعه القماش دي عملنا لها كلفه اهو، حاجات جميله. هي مش هتبان كده غير لما نعلق كل حاجه، هنوريكم بقى معانا لحظه بلحظه. بس يا جماعه ما تنسوش بقى تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشجعونا، وهتشوفوا التشطيب النهائي للمطبخ بقى اما نيجي نركب بقى الكهرباء بتاع الاشعال الذاتي. الليد اللي وراك ده اللي انت جبته ده ايه هتحطه فين؟ والليد برضو ده هنركبه برضو حوالين هنا في المطبخ برضو، هيبقى منظر هتشوفوا الشكل النهائي هتنبهروا ان احنا عملنا من المطبخ حاجه خرافه. انا متحمسه وجايه انا اشوف الشكل النهائي. الختام بتاع الفيديو بتاع التجديد بجد بتاع متحمسه جدا، والمطبخ والتجديد بتاع المطبخ ده كله هتتفاجئوا بالنهايه. فعشان كده اتفرجوا على الفيديو الاخر يا جماعه. بصوا يا جماعه احنا مكركبين الدنيا، حتى برضو الارض اهي من غير اي فرش ومن غير اي حاجه. احنا لسه هنوريكم الشكل النهائي بتاع الستاره اهو. عمل لي الستاره بتاعه الحوض اهي، ده الشباك اللي فوق الحوض. بصوا يا جماعه شكله تحفه ازاي. عمل لي بقى اللي فوق دوت، ولسه هيكمل لي الباقي. ستاره الحوض اهي، عايزه اقول لكم ابو جنى بيركبها لي اهو. اهو شكلها تحفه على الطبيعه، بجد جميله. بصوا الجمال يا جماعه، شكلها تحفه بجد. اخيرا حبايب قلبي هتتفاجئوا بالشكل المطبخ النهائي. واو. وادي يا جماعه المنظر النهائي للمطبخ بعد ما اتفرش وظبطنا كل حاجه وعملنا البوتاجاز وركبنا الكهرباء وعملنا الليد وكل حاجه. ادي المنظر النهائي وكل سنه وانتم طيبين. بصوا يا جماعه كده بقى المطبخ فرشناه. عايزه اقول لكم شكله تحفه الشكل النهائي. بصوا الجمال. كمان عملنا الليد اهو، والبوتاجاز اخيرا خلصناه، وعملت الستاره اللي فوق دي. قولوا لي بقى رايكم ايه في التعليقات. بصوا يا جماعه، ودي ستاره الشباك. يا رب يكون الشكل عجبكم، وقولوا لي بقى الستاره برضو بتاعت الحوض اهي عملناها. بصوا الجمال والحلاوه. اهم حاجه اشتركوا لنا في القناه وفعلوا الجرس يا جماعه عشان نعمل لكم فيديوهات كتير بعد كده بقى، ونبدا نهتم ان شاء الله كده بالفيديوهات. عشان كده شجعونا واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان الليميت بتاعنا يرفع في الاشتراكات وفيديوهاتنا توصل لكل الناس. قولوا لي بقى رايكم ايه في التعليقات في الشكل النهائي للمطبخ. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، ونقول لكم هنشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.